حبيت اسال صاحبي الاهلاوي سؤال مهم جدا. بص يا صديقي، الاهلي بيكسب في المركز الثالث، بيتعادل برضه في المركز الثالث، بيخسر برضه في المركز الثالث، بيراميدز يقع ويخسر والاهلي برضه في المركز الثالث. ايه حوار المركز الثالث ده؟ الزمالك برضه لما بيتعادل او بيخسر الاهلي برضه في المركز الثالث. فدوت يا جماعه اهم حاجه في الدنيا الاصرار والاجتهاد والعزيمه، وان انت دايما يبقى عندك قتال قاتل على المركز بتاعك. على المركز بتاعك تالت. اوعى تفرط فيه مهما يحصل، ما تسيبهوش. ورساله للاعيبه النادي الاهلي، بالله عليكم اللي حصل الموسم ده يا ريت الموسم الجاي لو انتوا ناويين توروه لنا تاني قولوا لنا من دلوقتي، عشان اون لو سبورت اتكرر يا صديقي هتلاقيه في الدرجه الثانيه الموسم الجاي. هو الموسم الجاي هيتكرر يعني. هو الموسم الجاي باذن الله هيتعرض على اون سبورت برضه صح؟ اكيد اون سبورت متطوره ما شاء الله. همسحها بجد. لو شفت العك ده العبوا بجح الفانيلا الحمراء، اتفرجوا على ماتشات بركات وعماد متعب، الجيل الذهبي طبعا، شوفوا جلبرتو. بالله عليك يا خطيب هات لنا كام صفقه حلوه كده. لا الخطيب نفسه يمشي، الله مع يبارك. احترامي للكابتن محمود الخطيب، مع احترامي ليك طبعا كاسطوره لعيب كوره اسطوره، بس يمشي يمشي او يقعد. احنا عايزينها تمشي بما يرضي الله واصرار وعزيمه. احساسك ايه وانت في المركز الثالث عموما؟ احساس بصراحه جميل يعني، اتمنى ما اشوفوش تاني. بالله عليكم يا رجاله العبوا بروح الفانيلا الحمراء، فككم من شغل كانوا اللعيبه زمان بوجبه وكارت شحن، ما كانش فيها ايامها كارت شحن. بياكلوا النجيله. اتفرجوا على سيد معوض، اتفرجوا على الحضري، قول لهم اتفرجوا على حسني عبد الرب يا اسمعوا رجاله. النصيحه دي من راجل قديم. بالله عليكم يا رجاله، انا عندي 29 سنه، لو عايزين اجي العب ماشي مش مشكله، عايز العب انا. احلى 100 مسا عليكم.